لا يا اخوي، هذا مو طبيعي، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة اللهم لك الحمد على النعمة اللي احنا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم جميعا؟ عساكم طيبين. موضوع اليوم اللي ابى اتكلم معاكم فيه انا شفته صار وايد يعني بحياتنا، وشفته قدامي وايد كثير يعني. وابدأ معاكم موضوع اليوم. قمت من النوم الصبح طبيعي، دشيت تكرمونكم السامع الحمام طبيعي، تنفست بدون جهاز طبيعي، لازم نحمد الله عليها. في ناس يا جماعة أول ما تصحى من النوم تروح تغسل كلى، وفي ناس أول ما تفتح عيونها تدور على الدواء قبل الماء. والله يا جماعة احنا في نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. وفي ناس تتمنى تنام بدون ألم، وانت تشكي من المخدة انها تعوقك، وتشكي من الايام ومن الشغل. والله يا جماعة احنا تعودنا على النعم لين صارت عادية. الصحة صارت عادية، الاهل صاروا عادي، النفس صارت عادي. بس والله لو راحت منك لحظة بتفهم انها كانت كنز من كنوز الدنيا. والله يا جماعة، فقبل لا تشكي من شغلك، من راتبك، من حياتك، طالع المستشفى دقيقة واحدة بس، وطالع اللي على السرير الأبيض، وساعتها بتسجد وتقول يا رب لك الحمد. بس اي والله اللهم لك الحمد على النعمة اللي احنا فيها يا جماعة. واتمنى من الكل يا جماعة يكتب بالكومنتات الحين الحمد لله على النعمة، الحمد لله على النعمة، عشان نذكر بعض بالنعمة قبل لا تروح منا. ويمكن واحد مريض يشوف الفيديو والروح ترد له مرة ثانية لما يشوف الفيديو. جزاكم الله ألف خير. وإذا عجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسونا باللايكات والتعليقات. جزاكم الله ألف خير. قمت من النوم، مشيت، رحت غسلت وجهك. قمت من النوم، رحت صليت ورقعت لله سبحانه وتعالى. فهذا نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، إن نقول الحمد لله ونشكر الله على النعمة اللي احنا فيها يا جماعة. يعني مثال، قمت من النوم شربت ماي، هذا نعمة كبيرة الناس تتمناها. والله يا جماعة اللهم لك الحمد على النعمة اللي احنا فيها. احنا صحينا من النوم كل يوم ونقول يوم عادي. لا يا اخوي، هذا مو يوم عادي، هذا يوم انت فيه حي سليم تتنفس، وهذا بروحه كنز. والله يا جماعة فعلا هذا بروحه كنز. اللهم لك الحمد، نشكر الله ونحمده على كل شيء. والله يا جماعة، والله يا جماعة أنا أقول جرب روح المستشفى، أي مستشفى، وشوف الناس اللي نايمة على سرير، اللي ماشي على كرسي. صدقني والله العظيم راح تتعظ وتقول اللهم لك الحمد. أنا ما أقول هذا الكلام إن يعني إن إحنا ملائكة، إحنا بالنهاية كلنا بشر وكلنا خطائين، وخير الخطائين هم التوابين. وإحنا نذكر بعض لأن الذكرى تنفع المؤمنين. الصحة يا أخوي مو بس إنك تمشي، الصحة إنك تاكل كل اللي تبيه بدون خوف. والله يا جماعة اللهم لك الحمد. الصحة إنك تصحى أو تضحك بدون خوف وبدون ألم. الصحة إنك تسجد وتقوم ما حد يساعدك، يعني تسجد لله سبحانه وتعالى وتقوم بدون ألم وبدون ما في أي أحد يساعدك. والله يا جماعة في ناس لو تعطيهم كنوز الدنيا كلها، كنوز الدنيا كلها، تدرون يعني شنو كنوز الدنيا كلها؟ وتعطيهم حياتهم كلها، ما راح يقدر يبدلها بساعة واحدة بس. اللهم لك الحمد على النعمة اللي احنا فيها. والله يا جماعة، وانا بقول لكم شيء يا جماعة، عندك ام تدعي لك، فهذه نعمة كبيرة. عندك اب يدعي لك، هذه نعمة كبيرة. هذه كلها من النعم. اللهم لك الحمد. والله يرحم امي ويغفر لها ويغمض روحها الجنة ويغفر لها يا رب العالمين. تدرون يا جماعة متى نحس بالنعمة؟
والله يا جماعة نحس بالنعمة لما نفقدها، عمرنا ما راح نحس بالنعمة لما نفقدها. أنا واحد من الناس طبعا أحس بأمي وأحبها مثل كل الشباب أو كل اللي عنده أم وأبو، بس فعلا تحس فيها لما تفقدها. الله يرحمه ويغفر له ويغمض روحه الجنة يا رب. وبقول لكم شيء واحد بس: لا تشكي للناس، اشكي لرب الناس، ولا تحقر النعمة، يمكن هي كل شيء عند غيرك. يعني يمكن النعمة هذه تكون كل شيء عند غيرك. اللهم لك الحمد. وختامية بنقول هذا الدعاء: يا رب لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا. يا رب دم علينا الصحة والعافية، ولا تحرمنا من نعمك واحنا غافلين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وارض عنا وارضنا. ومشكورين، ويعطيكم العافية على استماعكم لهذا الفيديو، واتمنى تشاركوني رأيكم بالفيديو بالتعليقات. واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.